موبايل جديد من ابل انضم مؤخرا لعائله ال 16 وهو الموبايل الاقتصادي ايفون 16 اي. الجهاز ده كان نازل ليه تسريبات واحلام وطموحات كتير، بس الصراحه كان متوقع ان هو ينزل بسعر ارخص من كده شويه. بس قبل ما نتكلم على السعر خلينا نشوف الاول ايفون 16 اي بيقدم ايه بالظبط، وهل فعلا بالسعر ده هيكون قيمه مقابل سعر ولا لا، ويا ترى مين اللي هينزل الموبايل ده اكتر. كل ده هنتكلم عليه في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد ويلا بينا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين وبخير ورمضان كريم علينا جميعا. اخيرا ابل اعلنت على الايفون 16 اي، بس الصراحه الواحد مش متاكد يا ترى يفرح بالجهاز ده ولا يزعل عليه. بس اللي انا متاكد منه ان في ناس هتشتري الموبايل ده، لكن خلينا بقى نشوف هل انت من الناس دي ولا لا. ونبدا باكتر حاجه ممكن ما تبسطكش قوي وهي التصميم. من اول ما تبص على الجهاز هتحس انك شفت الموبايل ده قبل كده من 3 4 سنين مثلا، هتحس نسخه من الايفون 13. فالتصميم يعتبر قديم نسبيا، ولكن ما اقدرش اقول عليه وحش على الفئه السعريه بتاعته، لان لو قارناه بالاجيال الاقتصاديه اللي فاتت من فئه الاس اي هنلاقي ان الجهاز ده شكله احسن منهم بمراحل. الجهاز جايب شاشه 6.1 انش مع بيزلز صغيره جدا، ولكن للاسف جايب النوتش القديمه اللي كانت في سلسله الايفون 13 والايفون 14. وده الصراحه كان قرار غير موفق خالص من ابل، لان من وجهه نظري الشكل الخارجي للموبايل من اهم الحاجات اللي بتحسس المستخدم اللي عايز يشتري في الفئه السعريه دي انه ماسك موبايل من نفس الروح ونفس لغه تصميم الاجهزه اللي نازله في نفس السنه، ولكن بسعر ارخص شويه. بس لو بصينا لنص الكوبايه المليان هنلاقي ان ابل عوضت المستخدمين في الاداء والامكانيات. على سبيل المثال دلوقتي الجهاز بيدعم الفيس اي دي على عكس موديلات الاس اي اللي فاتت اللي كانت بتشتغل فقط بالتاتش اي دي، ولكن الفريم على عكس بقيه السلسله جاي من الالومنيوم، واللي ابل مسمياه ايروسبيس جريد الومنيوم. وده الالومنيوم اللي بيتعمل بيه الطيارات والمركبات الفضائيه، وعلى حسب كلامهم انه بيستحمل الصدمات اكتر من الالومنيوم العادي. وكالعاده الظهر جاي من الازاز، لكن متوفر باللونين بس، الابيض بفريم سيلفر والاسود بفريم لونه اسود مطفي. من الواضح انه مستخدم على اللون الاحمر اللي كان من وجهه نظري مميز جدا في الاجيال اللي فاتت من الاس اي. نسيبنا بقى من ظهر الموبايل ونرجع نتكلم على الشاشه. والصراحه ابل اهتمت جدا بالشاشه في الموبايل ده، واخيرا حطوا شاشه اوليد او زي ما ابل بتسميها سوبر ريتنا اكس دي ار بكثافه بيكسلز 460 بي بي اي او بيكسل بير انش. فالشاشه جودتها قريبه جدا من شاشه الايفون 16 العادي، ولكن مع حبه اختلافات بسيطه، زي مثلا درجه السطوع. هنلاقي ان اعلى سطوع ليها بيوصل ل 1200 نتس مقارنه ب 2000 نتس في الايفون 16 العادي. والشاشه كمان مش بتدعم ريفرش ريت 120 هرتز، وبالتالي ما فيهاش ميزه البروموشن اللي بتخلي الشاشه تقلل الفريم ريت من 120 هرتز ل 1 هرتز علشان توفر في البطاريه. وطالما الميزه دي مش موجوده يبقى اكيد الاولويز اون ديسبلاي هي كمان مش موجوده. ولكن الشاشه بتقدم اداء ممتاز جدا في دقه الالوان، بالاضافه انها بتدعم الترو تون وبتيجي بطبقه حمايه سيراميك شيلد هي من الجيل اللي فات، بس ما زالت قويه جدا وبتستحمل الصدمات. والجهاز برضه جايب مقاومه غبار وميه اي بي 68 لحد 6 متر تحت الميه لمده نص ساعه كامله، ودي حاجه ممتازه الصراحه لجهاز المفروض انه اقتصادي. ونروح بقى لاهم نقطه في الجهاز ده واكبر مميزاته، وهي الاداء والمعالج. وده اللي بتميز بيه الايفون 16 اي بفضل شريحه الاي 18، الشريحه اللي موجوده في الايفون 16 العادي. والشريحه دي بتقدم اداء سريع جدا حتى في التطبيقات والالعاب الثقيله، لكن اهميتها في دعمها للذكاء الاصطناعي او الابل انتليجنس. هو بقيه سلسله الايفون 16 لسه مش بتدعم الابل انتليجنس بشكل كامل، بس اهو الجهاز ده بيدعمه احتياطي عشان لو احتاجناه. والشركه مش بس حطت معالج قوي في الايفون 16 اي، كمان اهتمت بعمر البطاريه بشكل كبير. هنلاقي ان الجهاز بيقعد معاك لحد 26 ساعه من تشغيل الفيديوهات، وده طبعا بفضل عوامل كتير اهمهم المودم الجديد اللي مصنعاه ابل بنفسها، مودم سي 1. والمودم ده بيحسن كفاءه استهلاك الطاقه بشكل ملحوظ. بس الموضوع ده فيه لان توفير الطاقه ده اكيد هيجي على حساب الاداء. فهنلاقي ان المودم سي 1 مش بيدعم موجات ال 5G المليمتريه فائقه السرعه، ولكن علشان يوفر طاقه فهنلاقيه بيدعم موجات السب 6G اللي سرعتها تقريبا زي سرعه ال 4G بالظبط او اسرع شويه. بس السؤال الصراحه لسه مش عارفين اجابته، هل يا ترى موضوع توفير استهلاك الطاقه ده هيأثر هو كمان على قوه الاشاره واستقباله من الشبكه، ولا هيكون بنفس قوه المودمز بتاعه كوالكوم اللي كانت بتنزل في الاجيال اللي فاتت؟ يعني لسه هيبان. بس عامة لو عايز تعرف معلومات أكتر عن تكنولوجيا ال 5G هسيب لك الحلقة في وصف الفيديو، يا إما في الأي يا إما في الديسكربشن. وبجملة بقى التضحيات فالجهاز كمان مش بيدعم الواي فاي 7 وبيكتفي بس بالواي فاي 6، ولكن زي باقي سلسلة الآيفون 16 الجهاز بيجي ببورت شحن تايب سي وسرعة شحن 20 واط اللي بتشحن البطارية ب 50% في نص ساعة بس. وكمان بيدعم شحن لاسلكي بسرعة 7.5 واط، بس للأسف مش ميزة الماكسيف زي باقي السلسله. لو جينا بقى نبص على الكاميرات هنلاقي ان ابل ما بخلتش علينا فيها. الايفون 16 بيجي بكاميرا واحده خلفيه ولكن بدقه 48 ميجا بكسل، ودي نفس الكاميرا اللي موجوده في الايفون 16 اللي بميزه الفيوجن كاميرا اللي بتخليك تقدر تعمل زوم اب تو 2x وفي نفس الوقت بتحافظ على تفصيل الصوره.
وطبعا فيها ميزه النايت مود. انما الكاميرا الاماميه فهي برضو نفس الكاميرا اللي بتيجي في الايفون 16، وبتيجي بدقه 12 ميجا بكسل، وبتدعم ميزه الفوتونيك انجن اللي بتحسن جوده الصور والفيديوهات، وده مع دعم خاصيه الديب فيوجن والسمارت اتش دي ار 5. يعني ممكن نقول ان المشكله الوحيده في الكاميرات هو عدم وجود كاميرا الالترا وايد، الا لو انت مش بتحتاج تستخدمها فالموضوع ده مش هيفرق معاك من الاساس. نيجي بقى لتصوير الفيديو، عشان لو بتفكر تصور بيه فيديوهات اكيد هتطلع نتائج احترافيه جدا. الموبايل بيقدر يصور بجوده 4K لحد 60 فريم في الثانيه، بس للاسف مش بيدعم السينماتيك مود اللي بتخلي فيه بلور كده لطيف في الخلفيه، ولا حتى الاكشن مود اللي بيحسن الاستابلايزيشن. بس هو فيه التثبيت البصري العادي، واكيد ده هيبقى كافي جدا بالنسبه لك. يعني بالمختصر ممكن نقول ان الكاميرات بتاعته حلوه بس مش كفايه لو التصوير هو الهدف الاساسي من شرائك للموبايل. بس بقى من المميزات اللي اتضافت في الايفون 16 اي هو الاكشن بوتن، والزرار ده بيديك امكانيه انك تخصص اكتر من حاجه، سواء بقى كانت انك تشغل الكاميرا او الفلاش او حتى لتنفيذ الاوامر الذكيه باستخدام الابل انتليجنس، او حتى انك ممكن تخليه يشغل الفيجوال انتليجنس. وطبعا الخاصيه دي كنا بنقدر نستخدمها عن طريق الاكشن او الكاميرا كنترول في سلسله الايفون 16. وبما ان الجهاز ده ما فيهوش الزرار ده فتقدر تستخدمها من خلال الاكشن بوتن. وبمناسبه الابل انتليجنس اللي من اكتر الحاجات اللي بتميز الايفون 16 اي، وطبعا الموبايل ده بيدعمه بفضل وجود المعالج ال A18. والابل انتليجنس ليه استخدامات كتير زي مثلا تنظيم البيانات وتحليل الصور، وبيديك اقتراحات ذكيه تقدر تساعدك في كتابه الايميلات او حتى تنظيم المواعيد وحاجات كتير كده ممكن تعرف عنها تفصيل اكتر في الفيديو ده. لما تيجي بقى تشتري الايفون 16 اي هتلاقيه متاح بثلاث نسخ: ال 128 جيجا ودي سعرها $600، وال 256 جيجا ودي سعرها $700، واخر نسخه اللي هي 512 ودي سعرها $900. وكل النسخ بتيجي ب 8 جيجا رام. ولكن مع الاسعار دي في مقارنه بتفرض نفسها علينا ما بين الايفون 16 اي والايفون 16 العادي. هنلاقي ان الايفون 16 بيجي باغلب $200 بس من النسخه البيز ال 128 جيجا، ولكن هنلاقيه بيديك مميزات افضل شويه وحبه دلع كده، زي مثلا هنلاقي الشاشه جاي بتصميم جديد دايناميك ايلاند، وطبعا الشاشه سطوعها اعلى. الجهاز برضه هنلاقيه جاي بجي بي يو اقوى حاجه بسيطه، وكاميرا الترا وايد اضافيه بتدعم كمان تصوير الماكرو، وطبعا تعمل واي فاي 7 والماك سيف، واكيد اختيارات اكتر في الالوان وحبه دلع كده. فلو الحاجات دي مهمه بالنسبه لك ففرق ال $200 مش كتير، لكن طبعا خد بالك انك كده هتروح لاول فئه اللي بمساحه ال 128 جيجا في الايفون 16. اما لو انت شخص عملي واهم حاجه عندك الاداء وان يكون معاك جهاز موفر لك كل الاساسيات، او حتى لو انت استخدامك بسيط للموبايل وكل اللي انت محتاجه انك تجدد الايفون اللي معاك لان مثلا البطاريه بتاعته ضعفت او لاي سبب تاني، فطبعا انصحك وبشده خليك في الايفون 16 اي، وعلى حسب المساحه اللي انت محتاجها يا تروح للفئه ال 128 جيجا يا تروح ل 256 جيجا. الفرق ما بينهم تقريبا $100. بس هو الصراحه انا من وجهه نظري ان افضل صفقه هو نسخه ال 128 جيجا اللي بتيجي بسعر $600. وانت طبعا تقدر تغلب على موضوع المساحه ده انك تقدر تفضي الصور بتاعتك اول باول على كلاود ستورج او حتى على اللابتوب بتاعك علشان تحافظ على المساحه وخلاص. هو طبعا الجهاز ده كان هيبقى سعره ممتاز لو كان فعلا نزل بسعر $400 زي باقي اجهزه الايفون الاس اي الاقتصاديه، ولكن برضه خلينا ما ننساش ان امكانيات الجهاز ده بعيده تماما عن المواصفات الاقتصاديه. الموبايل ده حرفيا وحش بس عامل فيها غلبان. بس برضه حابب اسمع رايك في التعليقات، هل شايف الايفون 16 اي فعلا قيمه مقابل سعر، ولا برضه شايف ان سعره محبط شويه بالنسبه لك انت كمان؟ وبس كده، ده كانت كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان. لو عندك اي اسئله واستفسارات اكتبها لنا في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.